أتحدى يا زميل إعلامي أو ناشط فيسبوكي يمني، وخصوصا أصدقائي الذين أحترمهم والذين أعرف أن لديهم محاربة الاتحاد اليمني لكرة القدم، ولو كان سلاحهم في هذه المعركة قرن غزال، أن يأتيني أحدهم بتصريح ولو من 3 كلمات أو حتى كلمتين لقيادي رياضي خليجي يقول فيه نصا: اليمن يزور أعمار لاعبيه المشاركين في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 25 سنة أو 25 عاما. نعم يا سادة، لست معنيا بأحاديث الإخوة العراقيين الإعلامية التي تتهمنا بالشراسة في تزوير أعمار اللاعبين، تلك الأحاديث التي لا تشتعل إعلاميا إلا إذا تأهل منتخبنا الوطني إلى الأدوار الإقصائية وقابله الخروج للمنتخب العراقي، في وقت يتناسى فيه الأحبة في العراق أن أمواس الحلاقة هي أول ما يضعها لاعب المنتخب العراقي للناشئين في حقيبة سفره قبل وثيقة عمره المعدلة. ولن أكون قاسيا في الوصف بالقول بالمزورة، لذلك أتمنى من الأخوة في العراق أن يهدأوا قليلا. شخصيا لا تروق لي كرة الكوتش سامر فضل، ولست من محبيها، ولكن هذا لا يمنعني من القول لسامر إن بطولة الناشئين الخليجية القادمة لا قيمة لها من الناحية الفنية أو الرياضية. نعم، وذلك لحالة التوافق الضمني بين الاتحادات الخليجية على كف البصر والنظر عن أي حالة تزوير في الأعمار المرافق لهذا الحدث الخليجي، انطلاقا من قناعات قيادة هذه الاتحادات أو الكيانات الرياضية أن هذه الفعالية هي مجرد استعداد بدني للاستحقاقات الآسيوية المقبلة أكثر من الناحية الفنية التي ستخوضها هذه المنتخبات. لذلك لا داعي للقلق والتوتر قبل وأثناء مباريات المنتخب اليمني للناشئين أمام أشقائه الخليجيين، تلك اللقاءات التي تشبه لعب الأحفاد مع الأجداد يا سامر. لا داعي للقلق، هي مجرد استعدادات بدنية والحفاظ على اللياقة البدنية للاعبي المنتخبات الخليجية. قولا واحدا ومن خلال نظرة سريعة على وجوه لاعبي المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة القادمة، سيدرك المتابع اليمني أن عبد الوهاب الزرقة أخطأ خطأ كبيرا عندما اكتفى فقط بضم 5 لاعبين فوق السن القانوني كما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان عليه أن يرجع إلى وثائق عادل عباس والخضر التي تلاعب بها سابقا قيس صالح وحميد شيباني اللذان قدما عباس والخضر في بطولات غرب آسيا بعمر 14 عاما، ما يعني أن عادل عباس متاحا ولا يزال بإمكانه وبحسب التلاعب في العمر المشاركة في بطولة الخليج للناشئين الذين بدأ الإخوة في الخليج معركة تزوير أعمار لاعبيها، وحتما كان الاتحاد اليمني مجبرا ومضطرا هو آخر كيان مشارك جاء بلاعبين وباتفاق مع بقية القيادات الرياضية في هذه البطولة فوق السن القانوني. في أمان الله.